لو انا وريت لكم الستايل ده هتقولوا عليه ايه؟ انا عن نفسي هقول عليه مصري. هو مجمع اكتر من قطعة في الحضارة المصرية القديمة. زي ما انا قلت لكم، ده الفستان البسيط جدا اللي مرسوم على كل المقابر المصرية وكل الآثار المصرية وانا وريته لكم كذا لون ليه. تعالى اوريه لكم برضك عشان تتأكد. اهو ده شكله على الجدران، ده شكله على الجدران، ده المحاكاة بتاعته حديثة. فهو نفس الفستان الكحلي. تعالى اوريكم بقى القطعة اللي هي اللي فوقيها دي. يعني انتوا ده شفاف. اه والله دي رجليها اهي، وهي لابسه رداء اهو. هتلاحظوا ان هنا في هنا حته بيضه وهنا حته بيضه. ده الرداء الشفاف اللي فوق هدومها. من فوق بقى اللون ديجراديه بقى معاه، يعني من فوق غامق وديجراديه فاتح على تحت. ده رداء شفاف كان المصريين مشهورين بيه، ولما دخلوا العرب على مصر سموا ده قباطي وحرموا لبسه عشان شفاف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فهم بقى في الوقت الحالي دمجوا القطعة دي مع القطعة دي فظهر لنا هذا الرداء. فبيقولوا عليه بقى مش مصري، لا ده مصري. هو دمج بين ستايلات حضرتك. اما بالنسبة للجوانتي، فالجوانتي ده كان عادة مصرية قديمة. اصلا خاؤون كان عنده جوانتي، والملكة حتشبسوت كان عندها جوانتي. هتقولوا لي ليه الجوانتي المصريين القدماء عملوه؟ عشان بيركبوا الخيل بيه، امال ايديهم تتجرح؟ ما هو الجوانتي ده كان اصل صناعته عندنا في الحضارة المصرية القديمة. الحلقة بقى والشنطة بقى والجزمة ماليش دعوة، لا. انا ممكن ابدله لكم بحاجات تانية اشيك مصري. وعلى فكرة ده كمان الحلقة ده ممكن تلاقوا فيه ستايل مصري عشان تكونوا عارفين.